بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هقول لكم على وصفه جميله جدا جدا. مش هتحتاج الا الليزر ولا تحتاج لدكتور، يعني تروحي له عشان تعملي عنده ازاله للشعر ولا اي حاجه زي كده. انا جايبه لك وصفه جميله جدا، وصفه طبيعيه وغير مكلفه. قبل ما ابدا في الفيديو حابه اشكر كل حبايبي وكل متابعيني وكل اللي بيدعمني. انا بشكركم شكر من القلب. ربنا يخليكم يا رب ويجعلكم نعمه كده في حياتي. شكرا لكل اللي بيشترك في قناتي، الف الف شكر. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الوصفه، ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا لبان مر او لبان حصى، او هو اصلا اسمه لبان ذكر، سوري في اللفظ بس هو اسمه كده. اللبان ده هنستخدمه ازاي؟ انا بجيبه طبعا اولا من عند العطار. يعني انا جايبه الشويه دول، هم كانوا زي يعني زياده عن كده شويه، بس انا طبعا بحب ان انا بحب اكل اللبان المر ده. هو طبعا ما بقاش مر زي الاول بصراحه، كان الاول بيبقى مر قوي وكان بيفرول في البق، انما دلوقتي بقى عادي، بقى ممكن تندقيه عامل زي اللبان اللي احنا بنشتريه، اللبان العادي. ب5 جنيه، ما همش يعني غاليين ولا حاجه. يلا نبدا بقى نقول هنعمل ايه. طبعا انا معايا ميه دافيه واللبان. بتستخدمي طبعا الكميه اللي انت عايزاها على حسب ما انت هتستخدمي. يعني يعني اللي انت تستخدميه قد ايه، يعني مثلا انت عامله رجليكي، عامله ايديكي، المناطق الحساسه. شوفي انت هتستخدمي قد ايه واعملي على قد ما انت هتستخدمي. ومعايا ميه دافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبايب قلبي الوصفه ديت هتبداي ان انت تحطي اللبان في الميه الدافيه من بالليل، يعني انقعيه من بالليل في الميه الدافيه وسيبيه تاني يوم الصبح، علشان تبقي تستخدميه يكون هو باش، يكون داب يعني في قلب الميه، عشان ايه؟ يبقى استخدامه ويجيب نتيجه. طبعا بتسيبيه للصبح وبتيجي بتبليه من بالليل، سوري، بتبليه من بالليل، والصبح هتبداي ان انت تصفيه، لان هو اصلا يعني ما بيدوبش يعني قوي، يعني ممكن تحطيه في المصفى وتدوبيه لغايه ما ينزل منه الشوائب اللي تطلع بقى ارميها. طبعا انا طبعا ما كنت بليته قبل كده وجيت عشان ان انا بليته من بالليل، وقلت عشان اصبح اعمل معاكم الفيديو، بس حصل عندي ظروف وما كملتش الفيديو، فقلت اعمله على طول يعني. وانت طبعا تبليه من بالليل وصفيه الصبح واستخدميه. بس امتى بقى الكلام ده؟ الكلام ده لما تكون انت مثلا انت زلت الشعر، مثلا هتزيلي الشعر مثلا بكره، بليه من بالليل، يعني بليه من بالليل ليلادي، وانت هتزيلي الشعر مثلا بكره، تبداي ان انت تبليه من بالليل عشان تستخدميه يعني على طول بعد ما تزيلي الشعر. هتجيبي منديل ورق وتبداي تبلي في الميه بتاعت المنقوع يعني بتاع اللبان. هتبلي المنديل او قطنه وتمسحي على المنطقه اللي انت شلتي او زلتي منها الشعر. طبعا هنستخدمه بقى لمدة قد ايه يا ام تقى؟ هنستخدمه لمدة 3 ايام بعد ازالتك الشعر على طول. هتبلي اللبان من بالليل وتعبيه في برطمان عندك وسيبيه بره، مش هيجراله اي حاجه، طبعا احنا في الشتاء مش هيجراله اي حاجه خالص. وتبداي كل يوم لمده 3 ايام، يعني انت كل ما تزيلي الشعر كل شهر هتبداي 3 ايام بعد ازاله الشعر تدهني ايدك او المناطق الحساسه بقطنه او بمنديل ورق مكان ما زلت الشعر بالمنديل، تبلي في المنقوع بتاعنا ده، وتبداي تمسحي المكان اللي انت شلتي منه الشعر على طول. هتشوفي نتيجه جميله جدا. طبعا انت هتبقى تستخدمي الوصفه ديت، مفيش وصفه بتبدا تجيب نتيجه طبعا من شهر او من شهرين او من 3 عشان نبقى صادقين، والمعلومه تبقى صادقه وتجيب نتيجه معاكم. طبعا انت لو انت رايحه عند اي دكتور ولا اي حاجه بتعالج شعرك، بتعملي اي وصفه لشعرك، طبعا هي النتيجه ما بتظهرش الا بعد 6 شهور، وممكن على حسب طبيعه كل واحد وبشرة كل واحد.
ممكن تجيب من شهرين، ممكن من 3، بس بيبدأ ان هو بيخف الشعر ما بيبدأ مع استخدامك مية اللبان ديت، بيبدأ الشعر يخف عندك مع كتر استخدامك. وعادي انت ممكن تستخدميه على طول، مش شرط يعني 6 شهور، كل ما تزيل الشعر استخدميه لمدة 3 ايام بعد ازالة الشعر على طول. ما فيش منه اي ضرر، ده حاجة طبيعية يعني. ان شاء الله هتشوفي نتيجة هايلة جدا. انت بتروحي عند الدكتور بتعملي بتزيلي الشعر بالليزر، بيقعد 6 شهور وبيرجع تاني زي ما كان. وطبعا بتبقي دافعة مبالغ، يعني مبالغ كبيرة، مش اي حاجة. فاحنا نجرب الوصفة ديت ان شاء الله باذن الله هتجيب معاكي نتيجة هايلة جدا. ولو انت احتجت اي استفسار ولا اي حاجة ارجعي لي في الكومنتات وانا هرد عليك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه ان شاء الله نقدم مع بعض وصفات جميلة، وصفات مفيدة. وبتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، وان عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.